السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام. معذرة لأن أنا بعد فترات طويلة عبال ما بقابلكم، ولكن لظروف يعلمها الله. أتمنى منكم الدعاء، دعوة صادقة من القلب إخواتي الأعزاء. صنف النهاردة صنف كلنا أكيد بنعمله في البيت وعارفينه ومعتادين عليه، ولكن غالبا معظمنا بيعمل السمك البلطي، يا إما مقلي يا إما بيكون مشوي. لكن أنا النهاردة عملته لك بطريقة تانية بسيطة وسهلة، ومش هتحتاج منك زيوت، ولا يبقى فيه بقى طشطشة زيت على البوتاجاز في القلية، ولا فيه دهون زيادة تعمل لك مثلا عسر هضم، ولا مثلا تغلبك في الوقت، ولا تاخد منك وقت طويل. وهنعمل شوية من السلطة الخضراء معاه، ودي طبعا مجموعة فيتامينات وأملاح معدنية في الطبق دوت، وشوية من الرز معاه. تعالوا نشوف حكمة النهاردة بتقول ايه. بتقول ان انت لازم تتقمص دور الشخص الأعمى لما تلاقي زلة شخص قدامك. انت ما انتش عايز تخسر الشخص دوت، فبالتالي بتعمل نفسك كأنك أعمى، ما انتش شايف. طيب، لازم تؤمن ان الاخطاء لا تنتقص الود، ولكنها بتبني حواجز. يعني الاخرين لما بيخطئوا في حقك كتير، ده مش هيقلل الود بينكم، ولكن خلاص بتبني حواجز بينك وبين الاخرين. بنقول انه جبران خليل جبران بيقول ان انا لا اجيد ثقافة الاساءة، ولكن في المقابل اتقن جيدا مبدأ التجاهل وبشدة. طيب، هنشوف بقى هنا الاخت دي هتجهز السمك بتاعنا ازاي. طبعا كلنا عارفين بننضف السمك ونطلع احشائه ونغسله كويس قوي لما يبقى نضيف وزي الفل. بعد كده اهو بقى جبنا هنا ايه شويه من الكزبره الخضراء والبقدونس، بنقطعهم مع بعض عودين عودين من كل نوع كده، وعصره ليمونه، شويه ملح، شويه فلفل، شويه بابريكا، شويه كمون. عارفين ان السمك غالبا كل اصنافه بتحب الكمون الكتير والليمون الكتير. وطماطمايه صغيره بتقطعها، وقرن فلفل كمان ممكن حامي او بارد. وبنخلط الكلام ده كله مع بعضه وبنحشي بيه السمك بتاعنا. طيب، خلينا نكمل نقول معلومه تعتبر صحيه بالنسبه لنا اكتر منها غذائيه. بنقول من اسباب نقص فيتامين د في جسمنا بيسبب ايه بقى ضعف العظم، وبالتالي نتيجه ان نقص الكالسيوم في عظمنا، فده بتلاقي ضعف شديد جدا في العظام نتيجه نقص الفيتامين دوت. برضو ممكن تلاقي هنا في التهابات في البشرة متكررة، يعني اللي هم فترة المراهقة والشباب تلاقي ظهر حب الشباب على بشرتهم، وبعدين تروح وبعدين ترجع، وبعدين تروح وبعدين وهكذا. ده دليل على انه نقص فيتامين د في الجسم ده. برضو نقص فيتامين د لانه لو نقص بيسبب دهون في البشرة وبيعمل لي زي حبوب كده، اللي هي حب الشباب بنقول عليه. طيب، اللي بيعمل دايت ومش عارف يخس، تقول ايه ده، انا والله حارمه نفسي من الاكل، وانا بنظم، وانا بعمل، وانا ما بتعشاش، وانا منع النشويات ومنع الدهون ومنع حاجات كتير جدا، ومع ذلك انا ما بنزلش الا بنسبه بسيطه جدا، او اكاد يكون ما فيش نزول خالص. ده نتيجه ايه بقى يا حبايب قلبي؟ نتيجه انه فيتامين د بيبقى فيه نقص في الجسم، نتيجه مثلا لخبطه في الغده الدرقيه، او في هرمون الغده الدرقيه، ده بيبقى عايز تحليل طبعا. فهنا كل ده ناتج من نقص فيتامين د، ولازم اعمل تحليل اشوف الدنيا فيها ايه واشوف نسبته قد ايه. طيب، الناس اللي بيحصل لها جروح او قطع، مثلا ايه السكينه قطعت ايدها، اتعورت لاي سبب، وقعت فجسمها انجلط او انجرح او كده، اعرفي انه هنا بالذات اللي هم مرضى السكر، ربنا يا رب يشفيهم ويعافيهم، ويشيل عنهم يا رب هم وكل مرضى المسلمين. ده بيبقى التئام الجرح بشكل صعب جدا، وده برضو بيكون نتيجة نقص فيتامين د. بنقول برضو هنا ان ممكن نقصه بيسبب اكتئاب غير مبرر. بمعنى ايه بقى؟ تلاقي نفسك طول ما انت قاعده مخنوقه زهقانه، ممكن تبكي، تصرخي، تعيطي، مش طايقه حد يكلمك، مش عايزه تشوفي ناس، مش عايزه تشوفي بشر، مش عايزه تشوفي حد، مش عايزه تحكي مع حد، قافله على نفسك، مخنوقه. ده قد يكون سببه بنسبه 65% من حالات الاكتئاب. الابحاث قالت انها بتكون راجعه لنقص فيتامين د. ودي بتصيب السيدات اكتر طبعا من الرجاله. يعني انتوا عارفين السيدات ما شاء الله في النكد وتشيل الهم والحزن والغم، يعني يعني واخدين المركز الاول. طيب، بنقول برضو هنا ممكن يحصل ألم في العضلات وتشنجات. تلاقي مثلا تبقي قاعدة وتيجي نازلة أو تيجي تتحركي، تلاقي مثلا إيه، رجلك حصل فيها شد عضلي زي ما بنقول، أو دراعك، أو أي جزء في جسمك
ده بيكون نتيجة نقص فيتامين د ونتيجة نقص الكالسيوم. الناس اللي هي شعرها بيتساقط بشكل غزير جدا، تبقي ماشية في الشقة بتاعتها او بيتها تلاقي شعر على الفرش، على الملايات، على المخدات، على الارض، قدام التسريحة، في المطبخ، في كل مكان تتحركي فيه تلاقي شعرها ساقط في المكان دوت. ده يعني تساقط شديد جدا، مش اللي هو السقوط العادي بتاع الشعر. وبالتالي ده بيكون برضو راجع لنقص فيتامين د، بيكون هو السبب الاساسي لسقوط الشعر. انا يعني بحاول ان انا اقول لك ايه هي الاسباب، وان شاء الله في حلقة جاية باذن الله هحاول ان انا اقول لك هنا ازاي نعالج النقص ده عن طريق الغذاء وعن طريق الادوية لو انت حابة تاخدي ادوية. طيب، يبقى احنا قلنا هنا ازاي اعرف ان انا عندي نقص فيتامين د. هحلل فيتامين د في الدم، اروح المعمل كده وبقول لها انا عايزه اشوف فيتامين د عندي، او احلل دم واشوف نسبه فيتامين د، نسبه الانيميا، عدد كرات الدم الحمراء من عدد كرات الدم البيضاء. الحاجات دي كلها بتبقى مهمه جدا نعرفها من وقت للتاني. بتشوف الرقم الطبيعي ما بيقلش عن 30 او 40 او 50، لكن اقل من 30 يبقى انت عندك نقص فيتامين د. يبقى المعدل الطبيعي ليه انه يكون 30 او 40 او 50. اقل من 30 اعرف ان هو ايه، في نقص فيه. طيب من 30 وانت نازل تحت لحد 20 ده نقص بسيط. طب من 20 ل 10 بقى لا، ده نقص يعني يعتبر مقلق يعني. اقل من العشرة نقص شديد جدا، ده بحتاج بقى طبعا لعلاج واطعمة تعويضية تعوضنا النقص فيه. ده كان بالنسبة للنقص في فيتامين د. ايه هي الأعراض اللي احنا بنشعر بيها نتيجة نقص فيتامين د، أو الأسباب اللي هو نقص فيتامين بيسببها؟ طبعا بالإضافة بقى للإجهاد المستمر، على طول قاعدة خملانة في سريرك، مش قادرة تقومي، مش قادرة تتحركي، النوم مش مرتاحة فيه، نوم متقطع، تنامي شوية وتقومي شوية، في ألم في الظهر، ألم مزمنة جدا مستمرة، ألم في العظام، في المفاصل. حتى الأطفال في السن الصغير تلاقي الولد أو البنت بيشتكي يقولك يا ماما رجلي، يا ماما إيدي، يا ماما ضهري. كل ده ناتج لنقص فيتامين د. ليه بقى؟ لأن فيتامين د ده مهم جدا، لأنه بيساعدنا على امتصاص الكالسيوم في الجسم. فنقصه طبعا يبقى معناها ان هينقص امتصاص الكالسيوم في الجسم، وبالتالي فيتامين د هو اللي هيساعد الكالسيوم انه يوصل للعظام، علشان كده بيأثر على العظام والمفاصل. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني ما اديكيش المعلومه بشكل صعب، اديها لك بشكل مبسط بحيث ان احنا نقدر نعاون بعض، لعلها معلومه تكون صدقه لوجه الله. ربنا يا رب يرفع عنا بيها اي ذنوب ارتكبناها في حياتنا، ربنا يخفف بيها عنا، ربنا يجعلها صدقه جاريه لينا ولاهالينا ولامواتنا ولاحبابنا ولانفسنا. المعلومه اللي حباكي تعرفيها برضو، فيتامين د الجسم بينتجه وبيفرزه من ماده الكوليسترول. بيزيد افراز الفيتامين ده فين؟ لما تعرضي جسمك لاشعه الشمس. اشعه الشمس هي مش الحارقه يا ماما، لا، اللي هي بتاعت 11 الصبح، اللي هي الحنينه دي، او بعد العصر، بتكون بعد الساعه 4 العصر كده بتكون الشمس حنينه شويه، فبحصل عليه من اشعه الشمس او من الاطعمه الغنيه بيه. وانا ان شاء الله هبدا ايه نعرف مع بعض ايه الاطعمه دي في ان شاء الله في الحلقه الجايه. من اول اعراضه زي ما قلت: التهابات مزمنه متكرره، نزلات برد، التهاب لوز، قولون، التهاب في الجلد، الشعب الهوائيه. كل ده غالبا راجع لنقص فيتامين د، هو مهم جدا لصحتنا. هنا بنكون وصلنا الى نهايه الحلقه. بكل الاخت اللي معانا جاهزه الصينيه بتاعتنا، عايزه اقول لك اما ان انت بتسويها على البوتاجاز من فوق وتهدي النار خالص، ما بنحط لهاش اي سوائل خالص، يعني كانها صينيه سمك كده بارده، ما فيهاش زيوت، ما فيهاش دهون. وطبق السلطه القمر ده قيمته الغذائيه عاليه جدا. شويه الرز ده يعتبر نشويات او كربوهيدرات. وانا عندي هنا طبعا السمك بالطريقه القمر دي، حلقات الليمون بقى يا قمر كده، والفلفل الاخضر، والشطه الحامي لو حباه حامي. وابداي هنا ايه، اعملي احلى وجبه غدا قيمتها الغذائيه عاليه جدا وغير مكلفه. وده سمك حجمه صغير، سعره معقول شويه بالمقارنه بالاسعار اللي موجوده في السوق بشكل جنوني يعني. اتمنى ليكم كل السعاده والتوفيق. ما تنسوش تدعموني باللايك، وزي ما بنتعب في الفيديوهات وعايزين نفيدكم، المحتوى الهادف بيموت بالمشاهده الصامته. الناس اللي بتشوف الفيديو وبيصعب عليها تحط حتى علامه اللايك. اجمل امنياتي لكم بدوام الصحه والسعاده. ما تنسوش تدعوا لامواتنا في صلواتكم ودعواتكم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. استودعتكم الله، مع السلامه.